السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم وصفة تاع صابلي بريستيج، محشية بالمعجون وبواحد الكريمة بزاف بنينة. هاد الكريمة درتها لكم بدون بيض باه هكا تشد لكم الوقت أطول. هاد الحلوة درتها سبيسيال لعشاق الشوكولا. الوصفة بزاف بنينة وسهلة التحضير. تابعوا معايا طريقة التحضير. باه نحضروا عجينة الصابلي تاعنا نحتاجو نخلطو 125 غرام مارغرين مع 2 مغارف كبار سكر كلاص. بعد ما خلطنا السكر والمارغرين نكون خلطناهم مليح، نبداو نضيفو البيض حبة ونخلطو ومن بعد نزيدو حبة ونكملو نخلطو باش يمتزج البيض مليح مع المارغرين والسكر. من بعد من بعد نضيفو 2 مغارف كبار مايزينا ونزيد ملعقة صغيرة لافاني ونكمل نخلط. الآن ندير الفرينة ونضيف معها نص مغرفة صغيرة خميرة كيميائية. نبقى نضيف الفرينة حتى نتحصل على عجينة متماسكة. بعد ما وجدنا العجينة تاعنا نفتحوها، ندير ساشي أو ورق الطهي ونفتحوها فوقه، باه ما تلصقناش وما نحتاجوش نديرولها الفرينة. بعد ما فتحنا العجينة نجيبو الطابع تاعنا اللي على شكل قلوبة ونبداو نقطعوها بهذا الشكل. نحطوها في سنيوة في ورق الطهي باه ما تلصقش وندخلوها للفرن طيب ونروحو نوجدو الكريمة تاعنا. الآن نحضرو لاكخام تاعنا. راح نحتاجو كاس حليب، نديروه في كاسرونة نضيفوله مغرفة كبيرة سكر كريستاليزي، ونزيدو مغرفة كبيرة ونص مايزينا. نرمو كلش على ضربة ونحطوها في الفرن حتى تعقد لنا. قبل ما نديوها في الفرن نضيفو مغرفة صغيرة لافاني، نخلطوها مليح قبل ما نحطوها فوق الفرن باه ما تغلبناش كي نبداو نخلطو وتبدا تعقد، باه ما تبركسناش. وهي فوق الفرن نقعدو نخلطو حتى تبدا تتقالنا. كي تشد روحها نحوها من الفرن، نخلوها حتى تبرد مليح باه نضيفو لها لا شونتيي. ما نروحوش وهي سخونه نديرو لها لا شونتيي، ما راحش تخرج لكم لا كريم. هنا راح هنا راهي بردت، نحيها من الكاسرونة باه نخلطها بالباتور. وانا نخلط ونضيف لها في نفس الوقت نص كاس لا شونتيي ونكمل نخلط حتى تطلع مليح. من بعد نضيفو مغرفة كبيرة بخانيني تاع اللوز، يتباع تلقاوه يتباع. هو اختياري، تحبوا تضيفوه تحبوا ما تضيفوش حسب الرغبة وحسب الذوق. كيما راكم تشوفوا هاد لاكريم بلا بيض هكا راح تشد لكم فترة أطول بارابور لي كريم اللي فيهم البيض. خاصة في العيد بزاف ناس يحبوا يديروا حلوى فيها لي كريم، وكيما هو معروف حلوة العيد نوجدوها قبل وتقعد يامات مخبية. الوغ الحلوى اللي تكون فيها لاكريم راح تخسر تمتم، لكن هاد الكريمات تشد مدة أطول. بيان سور باه تشد مدة بزاف طويلة لازم تخبوها في الثلاجة بويسك هي كي باتيسي لا كريم، أو على الأقل ما تحطوها في بلاصة ما تكونش سخونة. دوك وجدت الكريمة تاعنا نخبيها في الثلاجة حتى كي نحتاجها نجبدها. هنا نوجدو قلوبة صغار بالشوكولا ونحشيوهم لداخل بالمعجون الفراولة اللي كنت خدمته. نتو تقدروا تشوفوا المعجون العادي واجد في المحلات. نديرو طبقة رقيقة من الشوكولا نخليها تجمد في الثلاجة ونعاود نجبدها. نزيد طبقة تانية ونزيد نخليها في الثلاجة حتى تجمد. من بعد نجيب معجون نعمرها لداخل ونزيد فوقها شوكولا وندخلها للثلاجة حتى تجمد.
هاي الصابلي تاعنا طابت وبردت باه نبدا نعمرها بالكريمة اللي كنا خدمناها، راح نعمروها ونخلو في الوسط فراغ باه نديرو المعجون تاعنا. معجون عادي تشروه واجد أو تخدموه في الدار، أنا هذاك كنت خدمته في الدار، كان عندي ليفاز خدمته، مادام رانا في وقت ليفاز الواحد يبروفيتي يخدم المعجون بيها في الدار. هاي اللي حلوتنا واجدة، الشكل تاعها بزاف شباب وراقي، وبنة تاعها ما عندي ما نقول أروع ما يكون، هاذيك لا كريم بزاف بنينة، وكي زدنا لها المعجون هذاك فيه شوية قروصية عطالها واحد الذوق طوب، لازم تجربوها بزاف بنينة وسهلة في الخدمة تاعها.